انت هتفضلي قاعده هنا على طول يا خوخه؟ انا سبتهم في الصالون هو وسعاد اخته ومعهم بنتي منال العروسه. ومنال بقى عملت اللي اتفقنا عليه واكتر يا خوخه، ده هيطير من الفرحه. يعني بقى كده؟ طيب يا منعم طيب. انت هتزعلي ولا ايه يا خوخه؟ مش انت اللي مرتبه الحكايه دي كلها؟ هتزعلي ولا ايه بقى؟ انا مش زعلانه ولا حاجه، انا مش زعلانه، انا هطق. ما تبقيش عبيطه، ما انت فاهمه كل حاجه. معاكي حق. ايوه كده، ما تلخبطيش الحكايه. انا راجعه الصالون تاني وانت عليكي الباقي. مش كده برضه يا منى؟ حلوه العريس. اهلا اهلا. يا اهلا يا اخويا. اهلا بيكي. بقول ايه؟ نعم. مش نتكلم في الجد بقى يا استاذ منعم؟ مش كده برضه يا اخويا؟ انا تحت امرك يا هانم، قصدي يا حماتي. يا اختي طالعه من بقك زي العسل حماتي دي يا استاذ منعم. الله يحفظك يا طنط. اتكلمي بقى زي ما انت عايزه. الشبكة والمهر يعني. وهي ست سعاد عارفة برضو. طبعا، ومنعم اخويا مش هيعارض ابدا. يعني هو عنده فكرة يا اختي؟ لا والله سعاد ما قالتليش حاجه ابدا. خلاص اقول لك ولا اقول لك هي اللي تقول لك؟ قولي له يا منال، قولي له يا اختي. الشبكة عايزاها ختم سوليتير. صافي صاحبتي الشبكة بتاعتها كانت ب2000 جنيه. بس بسيطه قوي طبعا. وطبعا الشبكة بتاعتي لازم تكون اغلى من كده. ضروري. اما حكاية المهر دي فانا ما فهمش فيها، اتكلمي انت يا ماما. يعني هقول ايه بس يا منال؟ اهو المعروف ان المهر ما تقلش قيمته عن الشبكة. 3000 جنيه كمان؟ ايه كتير على منال؟ لا ابدا، بس انا يعني اذا كان ده كتير عليك بلاش. منال خطابها كتير قوي، واسال الست سعاد اختك. الحق منال عرسانها كتير قوي. والرأي رأيك يا منعم. طب يعني مش ممكن، قصدي لازم انا مش عاجباك يا استاذ منعم. انت يا خبر، ده انا اول ما شفتك يعني قلت ايه يا سي منعم؟ خوخه، ايه اللي جابك هنا؟ مش عارف ايه اللي جابني يا حضرة العريس؟ لا. انت عارف العروسة اللي جاي تتجوزها تبقى مين؟ لا. كده؟ انا اقول لك بقى يا عريس الغفلة. دي تبقى خطيبة اخويا انا ماليش دعوة يا منعم، خوخة هي اللي عملت كل حاجة. كده برضو يا خوخة يا حبيبتي. حبيبتك؟ انت لسه بتقول حبيبتك؟ ايوه. عايز تتجوز عليا وتقول حبيبتك؟ غلطة يا خوخة، غلطة. اتفضل روح اشتري الشبكة اللي بالالوفات. انت فاكرني مش عارفة البير وغطاه؟ ده انت يا اخويا ما تقدرش تشتري علبة